ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون رابع فيديو في سيشنات البوستر، وهنتكلم على اهم سكشنين في البوستر كله، اللي هو حرفيا يعني لازم بوسترك يكون غني بمعلومات فيهم، واللي هو الميثودولوجي والريزلتس. بالنسبه للميثودولوجي فهو يعني مثلا دلوقتي احنا لو جينا نبص مثلا بمنظور مشروع الكاب، فهو احنا بنبقى ماشيين على روبريك معين، ان هو احنا نحط مثلا 3 صور البورتايب في اليمين، ونقعد نكتب بقى احنا ازاي اشتغلنا على البورتايب في الشمال، وبقى واخر جزء خالص بنتكلم فيه عن الاستبلاد احنا ازاي عملناها كميثودولوجي مش كريزلتس. فهو بتكون حاجه تقليديه قوي، وانت بتحاول بالعافيه تفهم الكلام اللي مكتوب، يعني اللي هو مثلا بيقول لك انا جبت خشبه، والخشبه دي مثلا حاطط مثلا عليها يعني مثلا سنسور وقمت لازقهم. فهي بتبقى يعني بتحاول، يعني هي بتبقى حاجه مشروحه اكتر من ان انت بتحاول تتخيلها، او مفيش مثلا فيجر بيبسط لك الفهم ده بيبقى عامل ازاي، او مثلا الكلام ده مفيش حاجه بتبقى شارحه الكلام ده بيبقى معمول ازاي. فاللي هو انت لو جيت تعمل كده في مسابقه، فهو مش هتبقى احسن حاجه تعرض فيها الميثودولوجي اللي انت مشيت فيها المشروع بتاعك. تمام. فهو الصح اللي هو، بس ده صح بالنسبه للمسابقات، يعني ككاب، يعني انت الكلام ده ملوش دعوه بالكاب يعني. تمام. بالنسبه للمسابقات فانت بيبقى فيه اريحيه اكتر في كتابه البوستر، في ان انت برضو ايه تشرح فيها المعلومات بتاعتك. فاحنا في الميثودولوجي احنا لما احنا جينا نعملها، احنا قلنا البروجكت بتاعنا فيه اكتر من حاجه، وفي اكتر من سيكشن جوه البورتايب نفسه، اللي هو مثلا عليها سيكشن اس جي، وسيكشن هاردوير وسوفت وير، وسيكشن الاي اي. فاحنا قلنا ان احنا عايزين نقسم الميثودولوجي لاربع حتت، اللي هو جزء الاس جي والهاردوير والاي اي، واخر جزء بيبقى جرافيكال سامري، اللي هو ازاي القطع كلها منسجمه مع بعض، وفي الاخر بتطلع الداتا او بتطلع الديسيجن او بتطلع اي حاجه. تمام. فالميثودولوجي اول حاجه عشان تعرف انك تكتبها صح، بتحدد البورتال بتاعك متقسم لايه. تمام. سواء انجينيرنج او سواء ريسيرش. تمام. احنا بتاعنا كان ريسيرش، فاحنا ايه كانت اسهل شويه في ان احنا ايه نقسمها، ان كده كده هيبقى فيه هاردوير، وكده كده مثلا لو انت عامل اي اي فهيبقى فيه جزء الاي اي. وبعد كده بقى الحته بقى ايه الزياده في المشروع بتاعك، الحته مثلا اللي هو احنا بنعمل كشف، فانت ازاي هتاخد الكشف ده من المريض. بس فانت بتشوف انت بتقسمها ازاي. يعني احنا قسمنا البروجكت الاهم حاجه مثلا فيها الاي سي جي سيستم، اللي هو احنا ازاي هناخد الريتم بتاع القلب من جسم المريض. فايه انا اول حاجه كتبت ان احنا هيبقى في سنسور هياخد الريتم من قلب المريض. بعد كده احنا هنحط الالكترودز دي مثلا في طبقا لايفونس ترينجل. بعد كده في الاخر الشكل النهائي هيبقى الريتم هيبقى بالشكل ده. فانا شرحت اول حاجه الاي سي جي سيستم بيمشي في البروجكت كله ازاي. بعد كده قلت ازاي القطعه بقى احنا مشغلينها وايه ومنسجمين مع بعض. ان احنا جبت فيه فيجار، حطيت فيه مثلا البوردة مع السنسور ووصلتهم مع بعض. وبعد كده ايه احنا السنسور ده بيبقى متوصل بالالكترودز، فالالكترودز في الاخر ايه بتيجي مطلعه الريتم. تمام. وهنا مثلا بالنسبه للاي موديل، فاحنا جبنا فيجر بيبقى فيه شرح مفصل للاي موديل، وكتبت شرح مثلا كل هنا فيجر بيبقى اليو اي موديل شغال ازاي، والجزء من الحته دي بيبقى وظيفتها ايه، والجزء من الحته دي وظيفتها ايه. في الاخر خالص احنا عملنا جرافيكال سامي للبروجكت، ان هو بعد ما انت بتركب الهاردوير، وبعد ما انت بتركب السوفت وير بقى والاي اي موديل وكل حاجه، بتلزق الالكترودز على جسم المريض، وفي الاخر بقى بعد كده الاي اي بيشوف الريزم، وبعد كده بيجي مطلع بقى ايه، بيمشي في البروسيس دي كلها لحد ما بيطلع ايه الديسيجن. تمام. فانت يعني اهم حاجه في السكشن ده ان انت لما حد يجي يقرا الميثودولوجي يكون فاهم البروجكت شغال ازاي من الف لحد ايه. تمام. اللي هو خلاص في اس جي عرفت ازاي هيطلع الرسم من جسم المريض. هنا في هاردوير وسوفت وير عرفت ازاي كل حاجه شغاله مع بعض. هنا في الاي اي عرفت الاي اي بيعمل ايه ووظيفته ايه وايه وشغال ازاي. في الجرافيكال سامري انا خلاص انا البروجكت كله اترسم في دماغي ازاي شغال مع بعض، حتى من غير ما اكون واقف في تيست بلان. تمام. بس فدي اهم حاجه في الميثودولوجي، انت بتقسمها بتتكلم عن كل جزء بالتفصيل. وبعد كده هنا لو في هاردوير تشوف مثلا تجيب قطع مثلا للسنسورات وقطع للبورد بقى او فيجر، وانت اللي هو موصلهم ببعض. وهنا لو في اي خلاص، او مثلا حاجه غير الاي برضو تيجي حاططها وهكذا. نخش بقى على الجزء التاني في السيشن، اللي هو جزء الريزلتس. الريزلتس دي بتبقى خلاص يعني انت عملت تست بلان واشتغلت عليها، او يا اما انت لسه ما عملتش تيست بلان ومعاك بريدكتد ريزلتس من البيبرز. فغالبا المعرض التمهيدي او المعرض المحلي او المحلي، لان في ناس بتبقى ساعتها عملت البروتايب، فبيكون عادي معاهم ريزلتس، بس بيكون اللي هو ايه بدائيه قوي، مش لسه تعمقوا قوي، لان هو الفرق ما بين التمهيدي والمحلي بيبقى مثلا يعني من شهر او اسبوعين. يعني احنا كان اسبوعين تقريبا مش فاكر، يعني هو على حسب بقى انت ومحافظتك يعني عامه. فهو التمهيدي مش بيبقى فيه ريزلتس. يا اما مثلا لو انت البروجكت ده كنت داخل بيه السنه اللي فاتت و... ومثلا ما توفقتش ودخلت بيه السنه اللي بعدها وطورت عليه ومعاك ريزلتس، فعادي يعني كده كده حاله استثنائيه. بس الطبيعي انت لو اول مره تخش مش هيبقى معاك ريزلتس يعني من اول مره، الا لو انت عامل بورتاي في الاجازه وخلاص بوستر بقى وراجل معلم يعني. فبالنسبه للريزلتس هي برضو بيبقى لها ميثودولوجي في الكتابه. يعني مثلا دلوقتي انت بتقول انت ازاي خدت الريزلتس
او انت ازاي اصلا، يعني انت ازاي مثلا خدت الريزلتس من الناس. فاول حاجه احنا ازاي خدنا الريزلتس، اللي هو بعد كده الفاينل ريزلتس، بعد كده ايه الريزلتس بتاعت الاي اي. يعني اول حاجه انا شرحت خدت الريزلتس ازاي، وبعد كده خلاص الريزلتس بقى اللي طلعها المشروع. تمام. يعني اول حاجه ان هو احنا قلنا مثلا ان احنا رحنا مستشفى خدنا الاي ار بي ابروفال. بعد كده جربنا مثلا بروجكت على 7 رجاله وثلاث ستات. وبعد كده في الاخر بقى ايه عدد المرضى اللي كانوا من الرجاله كذا، وعدد الستات اللي كانوا مرضى كذا، والسلام كذا، من الرجاله والستات كذا. وفي الاخر بقى ايه بروجكت بقى مطلع الريزلتس دي. وبعد كده بقى اي موديل ام ايه بعد التست بقى كلها طلع بقى التريننج بالفورمانسز كده، والتستنج بالفورمانسز كذا. فهو الريزلتس اهم حاجه فيها ان انت تشرح الميثودولوجي اللي انت طلعت بيها الريزلتس، اللي هو انت اصلا انت عملت ايه عشان تطلع الريزلتس، مش ترمي لي الارقام كلها وانا هفهم مع نفسي انت عملت ايه. تمام. فلا انت تشرح انت ازاي عملت الريزلتس، وبعد كده سواء مستشفى بقى، في مدرسه، في معمل كيمياء، في اي حته، انت بتقول انت ازاي عملتها والحاجات اللي انت استخدمتها. وبعد كده بقى ايه بتطلع ارقام بقى عادي خلاص، لان هو بقى عنده خلفيه انت طلعت ازاي الريزلتس دي. كنت برضو حابب اضيف نقطه كمان في بالنسبه للريزلتس. هنا مثلا دي الريزلتس الجديده بتاعتنا يعني. فاحنا حطينا بقى في الريزلتس الجديده اللي هو الدايجنوستيك ريزلتس كلها. انت بتشرح الريزلتس بالتفصيل اكتر، بتحط هنا كونفيوجن ماتريكس بقى وجرافات وهكذا، بتشرح الايه الارقام اكتر. تمام. او بتشرح الريزلتس اكتر. يعني مثلا هنا قلنا الاكيرسي وصلت لكذا، والبريسيشن مثلا وصل لكذا، وايه وكل الحاجات اللي خاصه بالدايجنوزز. تمام. وبعد كده هنا مثلا احنا قلنا الجهاز بيطلع قد ايه، اللي هو يعني كلاسيفيكيشن باي جندر، اللي هو مثلا بيطلع الرجاله قد ايه صح والستات قد ايه صح، يعني نسبه ان مفيش بايس او مثلا ان هو في تحيز بالنسبه للرجاله والستات، هو لا هو بيطلع الاثنين صح عادي. تمام. وهنا بقى ايه كونفيوجن ماتريكس، يعني اللي هو ايه بنطلع الديagnostic رولز بالنسبه للكونديشنز مثلا. تمام. لو هنا الاي اي ديagnostic دياجنوزس للاف، والاي اي للنون دياجنوزس نون اف. فهو يحبذ يعني ان انت تشرح الريزلتس بتاعتك بالتفصيل اكتر، يعني عشان عن البوستر اللي فات اللي احنا وريها لكم يعني. بس كده. ولو انت عندك اي اي موديل بتحط كده كده التستنج والتريننج بالفورمانسز بتاعته. وبس كده، دي كانت السيشن بتاعنا. ولو حد عنده اي سؤال يقدر ان هو يخش جروب الواتس في الديسكربشن ويسالنا عادي. وبس كده، سلام.